تعليمي للأولاد التدنى في المستوى الأخلاقي والسياسي. احنا بنربي أولادنا ليه؟ عشان في الآخر يبقوا حزب وطني. بس اقف لي بقى لحد كده، هنا سنسكت وسنلطم جميعا. احنا لسه هنعلم العيال تعليم عملي يخليهم يعرفوا يعني ايه تحليل واستنباط ويستنتجوا نتائج اسئله وياخدوا ويدوا ويبقوا نوابغ ويطلعوا ميتين ابوها ويبقوا اصحاب راي. بعدين يا سيدي حفظهم ودششهم، خليهم نسخ كلهم من بعض ما تعرفش تفرقهم، عشان في الاخر يبقوا كلهم نسخه واحده ملهاش اي دور في الحياه، كلهم يبقوا نجيبه متولي الخولي. احنا لسه هنعمل زي بريطانيا المتخلفه اللي في سنه 96 عملت التشيلدرنز بارلمنت اللي بيأهل الاطفال والشباب ان هم يروحوا البرلمان عشان يفهموا يعني ايه حقوق ويعني ايه حياه ووعي سياسي عشان يخلوهم قاده المستقبل. ما سهله نطمع الاطفال والاهالي والمجتمع كله على مجموع ما بيفرقش بين ذكي وغبي ويجروا ورا الحفظ بس، وكلها تبقى نجيبه متولي الخولي وخلاص، عشان بعد كده يتخلق كائن ضعيف نفسيا وشخصيه بتنصاع لاي فكر ولاي حد بسهوله ويسر. هي دي الفكره، سوء التعليم مش بيولد غير شخصيه ضعيفه.